في قصة وقبل حكيتها بين البحتري والمتوكل. أهدى المتوكل فرسا إلى البحتري فعاد بها إلى المنزل وماتت من ليلتها، ما لحق يتهنى عليها. البحتري أراد إخبار المتوكل بوفاة الفرس لكنه استحى، لأنه قد يفهم من كلامه تشكيكا بجودة الهدية أو امتعاضا أو ازدراء، خاصة أنه الخليفة. لكن طول ما أنت شاعر ما تغلبش. ذهب البحتري في صباحه إلى قصر الخليفة واستأذنه وجلس معه وقال له: أهديتني أعجوبة بين الخلائق نادرة، فرسا كأن هبوبها مثل الرياح الطائرة في ليلة قطع المسافة من هنا للآخرة. صفقات برشلونة تعيش موسم واحد. أهلا مع معتصم في حلقة جديدة من نار هادئة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ممنون والله ممنون لكم على التعليقات والتشجيع في البرنامج الجديد اللي لسه ما اخترناش له اسم. حلقة أسبوعية تحتوي على فقرات معلومة وتسلية وتحديات. ثبتنا فقرة تخمين الشخصية كلعبة في نهاية الحلقة، وفقرة المقارنات، يعني كل حلقة عنا مقارنة بين شيئين، ممكن يكونوا لاعبين، أندية، مباراتين، هكذا. ولسه المفاجآت أكثر وأكثر، يعني جالس قبل النوم أو طالع باص أو مشوار طويل شوية بالسيارة أو واقف تشتغل أو تعمل أكل في المطبخ في نهايات الليل. هذا البرنامج مفصل لك تفصيل. لينك الحلقة موجود في أول تعليق مثبت، وأكون ممنون دائما بحضوركم. رفع برشلونة درجة حرارة سوق الانتقالات في الساعات الأخيرة. النار لسه ما انطفت مع إعلان رحيل إلكاي جوندوغان وعودته إلى عرشه في مانشستر سيتي. ديكو صب البنزين على النار وأعلن أن هناك صفقات قادمة للنادي قبل إغلاق سوق الانتقالات، لكن قبلها نعرج على بايرن ميونخ وإنجلترا. البداية مع بايرن. قيل حسب تسريبات صحفية ألمانية أن ليون غوريتسكا وكينغسلي كومان أقرب إلى البقاء في النادي هذا الصيف. كل واحد منهم عنده رغبة يكمل عقده مع البايرن، بعكس الإدارة اللي عندها ميول للبيع أو الإعارة على الأقل للاثنين أو واحد منهم. برضو كومان حابب يظل لأسباب عائلية كمان. أما ليون غوريتسكا فأسبابه مهنية ومالية، يعرف أنه مش رح يوصل عرض ولا نادي ولا راتب أفضل من بايرن ميونخ، لذلك أعلنها في وش الإدارة: أنا قاعد في وجهكم وبدي أثبت نفسي وعندي شغف وتحدي. ومن هذا الكلام مشكلة الإدارة البافارية إنه راتب كومان وغوريتسكا عامل أزمة. بايرن رد على هذا الكلام وبلغ غوريتسكا إنه مالكش مكان عنا في هذا الموسم ومش رح تلعب، كنوع من الضغط على لاعب خط الوسط. بنفس الوقت تسربت أخبار إنه المدرب تين هاج من مانشستر يونايتد عينه على اللاعب، ممكن يقدم عرض ويروح هناك لإضافة لعمق التشكيلة. أما كينغسلي كومان الفرنسي ارتباطه مع أرسنال، لكن إدارة الأرسنال ومدربهم أرتيتا ينظر لكومان بعين الشك والريبة، لأنه هو وعثمان ديمبلي أولاد قضية أولاد مستشفى واحد. ومع جو التشاؤم في بايرن إنه كومان وغوريتسكا راح يضلوا في الفريق، لكن ممكن تسمع بآخر الساعات إنه واحد منهما طلع إعارة على الأقل. أما صاحبنا ألفونسو ديفيز، رغم إنه انفتح ملفه من جديد في مدريد مع المشكلة الدفاعية اللي ظهرت في نهائي السوبر الأوروبي وكمان افتتاحية الليغا ضد مايوركا وتلميحات أنشيلوتي إنه فريقه هذا الموسم راح يستقبل أهداف أكثر من الموسم الماضي، لكن لسه إدارة الريال عند موقفها، مش مستعدة تناقش مجرد نقاش شروط وطلبات إدارة البايرن عشان يبيعوا ديفيز. لكن تقرير ألماني ترك باب صغير مفتوح، قال ممكن إدارة الريال تلحق نفسها وتناقش بايرن في حالة واحدة بس، إنه إدارة بايرن تخفف مطالبها، ولا يبدو كمان إدارة البايرن ممكن تخفف هاي المطالب. لذلك فيك تعتبر إنه تم إغلاق ملف ديفيز إلى الصيف القادم عشان يروح هناك بدون رسوم انتقال، وهيك ريال مدريد ياخذ ديفيز على خطى مبابي. طيب عشان نسكر ملف البايرن، جوناثان تا مدافع باير ليفركوزن واللي مرشح واحد ووحيد للانتقال إلى بايرن. صحيفة كيكر الألمانية تقول المدافع عنده شعور بعدم الارتياح تجاه سلوك ووعود إدارة البايرن، وإنه شعر بجرحه شخصيا بسبب ما وصفته الصحيفة وعود بافارية فارغة، لأنه سمع من إدارة البايرن في المفاوضات كلام وبعد المفاوضات كلام تاني. الآن المدافع دخل مرحلة خذ خطوة للخلف من إدارة البايرن وأرسل رسائل عبر موقع كيكر، وما هي إلا رسائل ضغط على بايرن عشان يخلص، لأنه هذا الموسم بلش ومحتاج يحسم قراره يصفي ذهنه. ولا تستبعد هاي التسريبات تمت بالتنسيق بين إدارة ليفركوزن والمدافع، لأنهم حابين يلمعوا زجاج النظارة عشان يشوفوا كويس الموسم الجاي بدون أي غبشة. لازم يحسموا الموقف، والدليل إنه هي رسائل ضغط. نفس الصحيفة نفس التقرير كتبت إنه ليفركوزن قد يستغل الوضع الحالي ويعرض على تا عقد جديد مع شرط جزائي 15 مليون يورو عشان ما يطلعش الصيف القادم بلوشي، وهذا يهدد مصير اللاعب ويفتح شهية الإنجليز لما يسمعوا شرطه الجزائي ضعيف وسعره بسيط، وهو لاعب أثبت جدارته حتى لو موسم واحد بس مع ليفركوزن. أما صديقي مشجع بايرن ميونخ أحب أواسيه وأحكي له يا زين أحلام ناديك يا صديقي، اللهم إنا نعوذ بك من سوء المنقلب. مين
داليخت ومزراوي لجوناثان تا. طيب خبر ملوش علاقة بسوق الانتقالات لكن هي فرصة نتكلم عنه. مانويل نوير جوت الحراسة التاريخي يعلن اعتزاله الدولي مع منتخب ألمانيا. وبهاي المناسبة أدعوكم لمشاهدة حلقة خاصة كتبتها من سنتين بعنوان نوير ضد ميسي وكريستيانو مين فينا اللي جلد، وحلقة أخرى بعنوان أفخم 14 حارس شاهدهم معتصم، وفي صفقة جديدة بعنوان دعونا ننسى أخطاء الماضي ونرتكب فشلا جديدا. جواو فيليكس ينتقل إلى تشيلسي. انتقاله رغم أنه كان سابقا إعارة ذات نوع فاخر من الفشل المغلف بالهبل، وأسف على الكلمة القاسية، لكن حابب أسمعك تفاصيل الصفقة. قيمة الصفقة 58 مليون يورو، عقد 6 سنوات، وأتلتيكو وضع شرط في البيع لو تشيلسي باع اللاعب مستقبلا جماعة سيميوني راح ياخذوا نصيبهم. ما حدش يفهم من كلامي انه فيليكس لاعب سيء، لسه عند رأيي لما فيليكس يكون في مستوى فهو من افضل لاعبي العالم في مركزه ولا يجارى. لاعب ممتاز في طلب الكرة والسيطرة عليها والانسلال بين المدافعين مع لمسة تهديفية مرضية، مهاري مراوغ، جناح يساري ومهاجم ثاني ومهاجم وهمي. لكن فيليكس يقع ضمن ظاهرة حكيت عنها في الحلقة مع عبد الرحمن، روح شوفها، ظاهرة الأجنحة المزاجية في كرة القدم، ظاهرة تشعر انه اسسها كواريزما البرتغالي وسحب معاه سمير نصري وناني وديمبلي ورحيم ستيرلينج وساني وجنابري وفيليكس والياو وخيسوس، وفلت منها قليل زي فينيسيوس جونيور. والله اعلم يعني رافينها البرازيلي لانه لسه هيك على الخط، على خيط رفيع بينهم. لهيك فيليكس الان تحت رحمة مزاجه وضعفه البدني والمنافسة الشرسة مع كوكو وبالمر. صفقة غريبة لكن مع ذلك لسه عندي امل من اللاعب يعطينا موسم 7 من 10 مرضي كاول موسم، لانه فيليكس يحب يلعب بدون ضغط. وصل لتشيلسي بدون صفقة فلكية من 3 ارقام زي يوم انتقل لاتلتيكو. طريقة لعبه الان في تشيلسي مفترض انها بتناسبه اكثر من طريقة لعب سيميوني، وطالع من اعارة مش واو لكنها جيدة مع برشلونة وذكرنا بامكاناته، وراح يتعامل معاملة اللي مش مستني منك شيء، اذا ما فيش عليه ضغط، وهذا قد يكون بحد ذاته منطقة راحة لفيليكس. مش مستني كثير من البرتغالي زي ما حكيت لك، لكني صراحة استبعد الفشل الكبير، يعني حيكون نجاح مرضي. المهم الطيارة اللي وصلت فيليكس للندن اجت تطلع تاني من المطار وترجع لمدريد، لحقهم واحد من بعيد حكى لهم استنوا خذوني معاكم. ما كانش هذا الواحد الا جالاجر لاعب تشيلسي سابقا، لانه خلاص رسميا راح لاتلتيكو مدريد. صفقة زعلت ناس في انجلترا لانه الولد حاول يثبت نفسه الموسم الماضي، لكن تم تسويق الصفقة في تشيلسي انه والله الولد مش مناسب لتشيلسي والمدرب موريسكا وطريقة لعبه، وانه لازم تشيلسي يبيع لاعب مهم على الاقل عشان يعرف يشتري. ما ننساش طبعا انه رحيم ستيرلينج خلاص راح يطلع من تشيلسي، لكن لسه ما وضحتش لوين الصورة، لكن شبه اكيد رحيم مش مكمل. المهم نرجع على جالاجر. صفقة كلفت تقريبا 42 مليون يورو. ما جرى في اتلتيكو مدريد هذا الصيف فينا نحكي رسميا إعادة بناء الفريق السيميوني بعد الفاريز يوصل جالاجر. وما ننساش انه حصل صفقات تانية مهمة ورحل عدد كبير برضو من اللاعبين. ممكن نشوف عدم استقرار خاصة البدايات. اختيار سيميوني لجالاجر نابع من زخمه الهجومي، كثافة لعبه، قدرته على المشاركة الجماعية والهجومية والانتقال السريع من موقف دفاعي الى هجومي. صديق يسألني على انستغرام اللي انت مش متابعني عليه، واللي وصل خلال 28 يوم سابق الى 16 مليون مشاهدة، مع انه انستغرام معطيني بلوك عشان غزة ومانع ظهور حسابي لغير المتابعين. المهم صاحبي هناك سألني هو تشيلسي من وين له كل هاي الأموال؟ نازل يشتري وكبشة خطيرة من اللاعبين، وين سقف الرواتب عنه؟ ولا بس سقف الرواتب يعرف عنوان برشلونة ولا بورتا؟ ببساطة صديقي أتلتيكو مدريد دخل شهر أغسطس وعنده مبالغ فائضة جمعها. أولا أصدر أسهم جديدة في شهر يوليو من النادي وجمع منها لحالها 70 مليون يورو. ثانيا تخلصوا من موراتا، مانفيس ديباي، سافيتش، هيرموسو، سويونكو، كلهم انتقال نهائي. وما ننساش كمان طلع إعارة ساول نوغيز حتى لو أتلتيكو اتحمل جزء من راتبه. هاي التخليصات انت عارف كم وفرت على سيميوني وأتلتيكو، كم وفرت رواتب ومصاريف. لذلك التعاقد مع الفاريز وجالاجر ومدافع ريال سوسيداد ومنتخب إسبانيا لو نورماند كل هذا ساعدهم. لهيك سوق أتلتيكو منطقي طبيعي، لكن اللي مش طبيعي هو كيف سمحوا لمنتخب الأرجنتين ينافس في الليغا. والآن نذهب إلى برشلونة. جوندوغان بعد موسم ناجح جدا من برشلونة يعود إلى عرشه في مانشستر سيتي. المهم اللاعب رجع للسيتي مجانا بدون رسوم انتقال مقابل استغنائه عن مستحقاته، لكن بنفس الوقت برشلونة كسب مبلغ مالي. هذا المبلغ اللي كسبه هو توفير راتبه العالي والمتبقي في عقده مع الفريق. ردة فعل الجمهور البرشلوني سلبية جدا على لابورتا والإدارة، والصراحة هم بالأساس زعلانين على خروج جوندوغان بعد موسمه الأول الممتاز مع برشلونة. حتى أنا شخصيا اعتبرت
اعتبرته أفضل لاعب في برشلونة الموسم الماضي وكان شمعة الفريق ومن أفضل اللاعبين كان في الليغا. رحيل جوندوغان وصل عشان يذكرنا بأزمة النادي المستمرة وإنه الاستغناء عن جوندوغان ضرورة وليست رفاهية، وهي دعوة لجمهور برشلونة إنه ما ينفصلش عن واقع الفريق يا أصدقائي. فرحتك بصفقة أولمو لازم يكون إلها ثمن. حكيتها كذا مرة، مستحيل برشلونة يتعاقد مع أولمو بدون ما يبيع واحد أو اثنين مهمين. في نظرة على لاعبين خط الوسط، رؤية برشلونة كالتالي وركز معي. إلكاي جوندوغان أولا راتبه عالي، تقدم بالسن، مش لاعب مستقبلي، وشايفين إنه أولمو مع بيرنال وكاسادو وفيرمين لوبيز وديونغ وبدري وجافي راح يكونوا أكثر من كافي لكتيبة خط الوسط. طيب ليه ما بعناش ديونغ؟ أحسنت، سؤال مهم. ما تخلت إدارة برشلونة عن جوندوغان إلا لأنها واقفة عاجزة أمام ديونغ اللي رافض الرحيل ومتمسك بمكانه بالفريق. الخلاصة من قصة إلكاي إنه الواقع المالي قال كلمته، فرض نفسه، ومستحيل أولمو يتسجل إلا يطلع حد أو أكثر، وجوندوغان هو كبش الفدا. وما تنساش كمان إنه رغبة جوندوغان كانت بالرحيل، يعني كل الظروف حاصرت رغبة أي برشلوني ببقاء جوندوغان ونسفت هاي الرغبة، ومع ذلك برضو رحيل جوندوغان مش كافي عشان يتسجل أولمو للأسف. وهنا برشلونة كمل شغل الانتقالات الراحلين. الآن يدخل مفاوضات مع ريال بيتيس عشان يرحل فيتور روكي بالإعارة، وإنه المفاوضات متقدمة بين الطرفين. أما اللاعب الثالث هو ميكيل فايه واللي عليه كلام من ايندهوفن بسعر 13 مليون يورو حسب فابريزيو رومانو. لكن مع كل هاي المشنقة اللي بيحاول يطلع منها لابورتا عشان يفضي مساحة لداني أولمو، لكن كل هذا ما منعش أخبار ارتباط برشلونة برضو مع لاعبين جدد. كان الارتباط زمان مع ويليامز زي ما انتم عارفين، لكن الأمل ضعيف لأنه وصلت الأمور لتهديد من طرف رئيس بلباو ضد برشلونة لو تحرك ودفع الشرط الجزائي عشان ويليامز. رئيس بلباو راح يشتكي للمحكمة والله برشلونة ضاوي مفلس وجالس يدفع شمال ويمين، لازم يتحقق بالقضية، من وين له هاي الفلوس. عموما هدد ما هددش، صفقة ويليامز شبه فشلت لحد تصوير هذا الفيديو، وانحرفت الأنظار عن الاثنين. الأول رافائيل لياو البرتغالي من ميلان، وإنه كان برشلونة بحكي لك مستعد يدفع شرط جزائي تبع اللاعب قيمته 80 مليون يورو ولا مش عارف كم. الرقم لوحده يحكي لك أنا خبر كذاب، أنا خبر كذاب، واللي كتبه كان سارح في خياله. المنطق أكثر هو كيزا الإيطالي واللي ارتبط اسمه آخر ساعات وحفزني إني أصور هذا الفيديو. نحكي إنه قد تكون الصفقة منطقية لأنه سعره في المتناول جدا واللاعب يقال عنده رغبة، لكن برضه في النهاية لازم نتذكر صفقة كيزا عاملة هيك زي حجر النرد اللي أنت ممكن ترميه وأنت وحظك، ممكن يعطيك 7 من 10، ممكن ينفجر معك زي اللحظات اللي انفجر فيها رافينا. يعني ما هياش صفقة الأحلام والطموح لكل برشلوني. تعامل بهذا المنطق، سعره بسيط جدا، راتبه مش حيزيد عن 5 مليون. اللاعب كان له صولات وجولات ممتازة وذاكرينه في اليورو قبل الأخير شو عمل وإله لمسته، لكنه سريع مقاتل وشخصيته هيك إيطالية، عنده جرينتا عالية في الملعب، وهذا نوع من الشخصيات بيحتاجه برشلونة، شيء بيشبه جافي، روح جافي في الملعب. لكن برضه اللاعب ما هواش الصفقة الطموح، متفهم مشاعر البرشلوني اللي بيحكي لك كان الطموح نيك ويليامز وبعدين لياو وبعدين نزلنا لكيزا، هذا كله متفهم. لكن برشلونة ولابورتا بيمشوا في حقل ألغام مفخخ بكل الاخطاء على بورتا، بكل الانتقادات اللي لها اول ما لهاش اخر، لكن الرجل بيشتغل عن جد في حق الالغام، ماشي على بيض، اي غلطه ممكن تنفجر في وجهه، فلذلك هو يتعامل بحذر. هو مش اللاعب اللي جاي يلعب لك موسم كامل، مش اللاعب اللي جاي يلعب 90 دقيقه، اللاعب اللي راح يبني عمق التشكيله، يعطي لهانز فليك شويه خيارات اضافيه عشان لو بده يوسع الملعب بجناح. انا معك ما تبني عليه امال كثير، لكن اللاعب ما ننسى انه بالاصل عنده جوده، والقاعده اللي الفها معتصم اللاعب اللي عنده جوده ممكن تنفجر باي لحظه. هد شوي، ما تتشأمش كثير، لو وصلت صفقة كيزا تفائل. شكرا أصدقائي على المتابعة، ونلقاكم إن شاء الله في حلقة جديدة، وما تنساش تشاهد حلقتي الثانية مع عبد الرحمن واللي لسه ما سمينا البرنامج. استناكم هناك، السلام عليكم.